جدا يعني. أول مشكلة قابلتكم إيه يا كابتن أشرف؟ هو طبيعي في اي حاجه في الدنيا المشاكل الماديه هي الاساس في الاول وفي الاخر، طب مش وخصوصا في دايما كنا الرياضه. بنسمع ان نادي الزمالك ده فيه ملايين وفيه 160 مليون، والعبارات دي كنا بنسمعها، فجأة نادي الزمالك ما بقاش فيه ولا مليم؟ يعني الكلام ده لا، ممكن يحصل في سنة في سنتين، انما الكلام ده كان من اسابيع. فجأة نادي الزمالك بقى خلاص ما عندوش فلوس فجأة كده. لا، هو دلوقتي الوضع بس عشان الناس تبقى الامور واضحه يعني. امم احنا الموضوع كان طبعا انتوا عارفين موضوع الخزنه واللي كانت يعني عليها مشاكل وكده. انا الكلام اللي انا قلته قبل كده او النهارده يعني قلته، انا واخده من اللجنه اللي بتدير النادي. الاعضاء اللي موجودين بتدير امم النادي هم اللي بلغوني ان اللي كان موجود في الخزنه 1,250,000 جنيه. نعم. 1,250,000 جنيه. لكن نعم. انا عاوز ايوه تاني، عايزها تاني. عيدها تاني وتالت. مليون. ماشي، 1,250,000 جنيه. لكن عاوز اوصل للناس بس عشان الدنيا ما تبقاش بس فاكرين ان احنا بنقول كلام علشان نقصد بيه اي حاجه تانيه. لا بالعكس، احنا لينا فلوس بره في الشركه الراعيه برزنتيشن وطبعا اعلام المصريين. لينا بعض المبالغ الخارجيه دي برضو هتوفر لنا بشكل كبير. لكن المبلغ الاساسي اللي هو موجود جوه النادي طبعا انا ما اقدرش اقول لك رقم معين، لكن انا امم بقول لك الحاجه اللي انا عارفها بالظبط. امم احنا اللي علينا دلوقتي يا ما انت قلت كابتن الرقم مليون 250 الف. اللي في الخزنه. بس طيب. انت ليك فلوس بره، يعني ليك طيب ما فلوس هو ده اللي في بره. الخزنة. طيب طب انت اه، ده حضرتك ما يجيبش يعني. ماليش، آه، انا بقول لك الوضع الحالي يعني. ده اللي اتقال لي من اللجنه اللي طيب ما انت موجوده عند يعني. حضرتك ملفات مفتوحه كبيره جدا. اه، في لعيبه، واسمح لي يعني بالكلام اللي انا هقوله لحضرتك، في لعيبه ما خدتش فلوس من شهر 8. طيب ما 8. هو ده اللي احنا بنعمله. ما هو بص اه اقول لحضرتك على حاجه. احنا جينا في موقف معين هنحل الموقف ده. ان شاء يعني الله. احنا مش هنقف، ايوه وهو بس على فكره. محتاج تكاتف يا و... كابتن اشرف من ناس وانا كتير. بقول لك اهو هو اتحل خلاص. احنا دلوقتي يوم السبت ان شاء الله ايوه. باذن الله هتلاقي كل المستحقات اللاعبين المتاخره ايوه. هتكون كلها موجوده ان شاء الله، وهيستلموها باذن يا الله رب. يعني يا رب. السبت والحد هيكونوا في حساباتهم ان يا شاء رب. الله يعني. يا رب. لان هو في تجمع للاعبين. احنا يوم السبت رجوع اللاعبين من الراحه. مستر باتشيكو ادالهم 3 ايام راحه بعد مباراه طلائع اه الجيش. اه ويوم السبت اول تدريب ان شاء الله. بعد التدريب مباشره كل واحد هياخد المستحقات بتاعته باذن الله يعني. يا رب. ودي الفلوس دي هتيجي كده منين ان شاء الله؟ جت بقى من يعني كان لينا مستحقات في اماكن تانية وبنحاول نجيبها من البث التلفزيوني، الاعلام يا رب. المصريين طبعا الزمالك نادي كبير يا كابتن آه، اشرف، اسم كبير، طبعا يا لازم كابتن، يستغل صح يا كابتن. يا كابتن مهيب. انا برضو انا عاوز نوصل للناس. مش عاوزين النوع من الانهزاميه عندنا ايوه. دي. لا احنا عندناش كده مش الكلام ده. فاهم انا في احنا ايه. بنحاول. هو في حد في الدنيا بيمشي على طول كويس وعلى طول صح؟ ابدا. عمرها ما ايوه كانت خلاص كده. يعني احنا برضو انا مش عاوز ابخس حد حق الناس اللي كانت موجوده. ده يشكروا خالص. جدا، يشكروا جدا ان هم بالظبط بالظبط، برافو عليك. وفروا في الفلوس الفترات اللي فاتت بالمبالغ الكبيره اللي كانش كانت في ازمات موجوده. ماديه ولا لا في. لا طبعا، لا لا مفيش الكلام ده. والنادي حقيقي. برضو بقى شكله جميل جدا. انا بقالي 5 سنين ما دخلتش النادي. ما شاء النادي الله. شكله حلو ده قوي حقيقي. وحاجه تفرح يعني. ده حقيقي.